واحد من نجوم العصر الحالي هو مرض الروماتويد. مرض الروماتويد نجم مهم جدا دلوقتي، إذا جاز لي التعبير، ده تعبير أدبي يعني، من نجوم الأمراض انتشار الروماتويد. مرض الروماتويد ده مرض من أمراض المناعة الذاتية. اللي بيحصل في مرض الروماتويد إن بيبقى فيه خلل في المناعة، فبيبقى فيه نشاط زايد في المناعة، بتبدأ تكون أجسام مضادة، وبيبدأ الجسم يهاجم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ. من أهم الحاجات اللي هو بيهاجمها هي المفاصل. من النظريات اللي هي بتفسر يعني أسباب الروماتويد السن، فلقينا إن هو بيجي أكتر في السن اللي في بداية منتصف العمر، يعني يجي من 30 ل 45 سنة بيبقوا أكثر عرضة. بدأوا يحطوا نظرية تانية وهي النوع، لقينا إن هو بيجي في النساء أكتر من الرجال بنسبة 2.5% أكتر من الرجال. العوامل الوراثية، يعني كل ما كان المريض في أحد من أفراد العيلة عنده روماتويد هو أكثر عرضة للإصابة بالمرض. الأسلوب العلاجي بقى دلوقتي الأحدث كمان الجديد هو العلاج البيولوجي، والعلاج البيولوجي ده استخدمناه بقى في السنوات الأخيرة وأثبت كفاءة، وخد طبعا أنواع كتير ومظاهر كتير منه خدت ال FDA approval، وكمان استخدمناه في الأطفال من سن 6 سنين، وبدأ له فورمز كتير سهلة، حقنة تحت الجلد، وبدأ يظهر كمان أقراص. أنا شايف دايما إنه تحتاج إلى المزيد والمزيد من إلقاء الضوء عليها، إنه كتير من الناس ما تعرفش تفاصيل هذه الحالات المرضية رغم انتشارها. خليكم مع الدكتور.